مهرجان الطماطم في اسبانيا. النهارده الاربع الاخير في اغسطس والساعه 11 بتوقيت اسبانيا كان في حدث تاريخي عمره 80 سنه، لا توماتينا، مهرجان الطماطم. تعالوا نعرف الحكايه. في مدينة صغيرة في اسبانيا مهرجان بيتعمل في اخر يوم 4 في شهر اغسطس، النهارده يعني. المهرجان يبدأ الساعة 11 وساعتين 3 كده ويلم الدنيا ويبدأ نظافة. المهرجان ده بدأ سنة 1945، كان فيه عرض محلي عادي جدا. فجأة شوية شباب اتخانقوا وواحد فيهم مسك طماطماية ورماها، ومن هنا بدأت الحكاية. الحكومة الاسبانية حاولت تمنع المهرجان في الخمسينيات بحجة انه ملوش طابع ديني، لكن اهل البلد رفضوا وعملوا موكب جنائزي للطماطم. شالوا طماطمايه كبيره كانها شخص ميت، ومن كتر ضغط الناس الحكومه اضطرت ترجعه تاني سنه 1957. ومن وقتها والمهرجان كبر، والاعلام صوره في الثمانينات وبقى مشهور لدرجه انه سنه 2002 اتسجل كفعاليه سياحيه عالميه. والنهارده البلديه نفسها اللي بتنظم كل حاجه، وبيجيبوا 120 طن طماطم غير صالحه للاكل، والعدد بيكون حوالي 20,000 واحد. يعني المهرجان اتوقف سنتين ايام كورونا، لكنه رجع تاني واقوى. والنهارده الاحتفال ال80 تحت شعار توما ثيرابيا، واللي معناها العلاج بالطماطم كنوع من العلاج بالضحك. يعني مهرجان الطماطم مش مجرد رمي وخلاص، ده رمز للفرحه والروح الجماعيه عند اهل اسبانيا. السؤال بقى، هل لو جات لك فرصه تغوص وسط الطماطم معاهم هتعمل كده ولا هتتفرج من بعيد؟ وبس كده، معلومه بسيطه تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.